ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حمو مصطفى وفيديو جديد. الفيديو ده بقى هنخش جوله كده في اعماق التيك توك. تمام؟ تاني انت تخبط لك الفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واشترك في القناه لو مش مشترك، واي حد جاي لي من الصفحه يكتب لي تحت يقول لي انا جاي لك من الصفحه، اثبت وجودك كده. عايزك تروح معايا كده بقى وتجيب كوبايه الشاي بتاعتك وتفرج. صلاه على النبي، ما شاء الله الرجاله بص متوصيه بقى جامد. وبعدين ايه ده؟ ايه ده؟ ماشي، احنا هنخش وامرنا على الله. يا اسطى ايه؟ يا اسطى ايه ده يا اسطى؟ يعني ايه ده؟ مش عيب كده يا اسطى؟ في حته باينه من البنطلون ما ينفعش يعني. ايه اللي انت لابسه ده؟ وماما فرحانه بيك كده؟ على فكره امه بتطلع معاها في الفيديوهات وعادي يعني. ايه ده بقى؟ لا بس سبحان الله، يعني يخلق من الشبه 40. ده حتى الميك اب حاطينه زي بعض يعني. بصوا، ده حاطط روج وهي حاطه، ما شاء الله يعني. ايام الجمعه الجايه ان شاء الله بعد اللي انا شايفه ده. خش يا ابني على اللي بعده. شباب والله العظيم انا مش واكل خالص، ولا احط لقمه في بقي، ولا اكل من الفراخ ديت زي ما انتم شايفين كده، ولا الرز دوت اهوت غير لما بقيت اسد على البث المباشر بس كده. بعد يرضيكوا كده بودي القمر دوت، فلقة القمر ابو شعر سايح وجاي على الجنب كده. يا عم تاكل ولا في ايه يا عم؟ يا عم انت تكذب ليه يا عم؟ ما تقعد يا جدع، ربنا يعمل فيك تاني. انا ما بشوفش غيره الواد ده في الفور يو وانا بقلب يعني. بص، واحد حتى جايب له فيديو هنا كده اهو. شباب انا مش هاكل، شباب انا مش واكل خالص، شباب انا مش هاكل، شباب والله العظيم انا مش واكل، شباب حكايتك قول لي حكايتك. ده جايب فرخه ايه مشويه. الفيديو اللي قبليه كان جايب تورته، وجايب في اللي قبليه كباب وكفته. يعني الصلاه على النبي عليه. هو مش عايش كده بالفلوس، مش هقول لك ان هو غني، لا هو بيطلع يشحت في اللايفات فبيجيب فلوس، يشتغل وبيشحت. حاجتين عند الراجل إذا وقفوا حياته تنتهي. أول حاجة عقله، تاني حاجة بقى ايه؟ انتوا اللي هتقولوها، هسيبها لكم المرة دي. يمكن مثلا انا مش عارف. نشوف الكومنتات. ايه ده يا اسطى؟ منا اشرف. ايه ده؟ منا اشرف هنا ده ولا ده ايميل فيك؟ مش عارف، بس انا مش هدخل دلوقتي، مش عندها، بس شكله ايميل الاصلي. بتقول لها بلاش. عبد العزيز بيقول لها اهم حاجه حماده يكون على وضعه. صح يا عبده، صح، انت تمام. هي عايزه كده والله، عايزه كده عشان تشتي. حياتي شو من شوي شفت وحدة والله تمام تشبهك، فكرتها انتي كانت محل ما بدفع الحساب. وحلوة كانت. رد. لو قال هيروح في داهيه، ولو قال لا برضه هيروح في داهيه. في الفيديو دوت قلد صوت هفق وهبي. مين يا اسطى؟ اصبر بس، اصبر. مين؟ في الفيديو دوت قلد صوت هفق وهبي. بصوا يا جماعه، انا بقلد اصوات وديت موهبه هفق وهبي؟ ايه هفق وهبي دي؟ عندي في الحقيقه محدش كان يعرفها، واول تقليدها هنقلده صوتها هفق وهبي. بسم الله، هنغني بوس الواوا. ماشي اتفضل. تك 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 واوا، تك 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 واوا، ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. لما شفت الزهر واوا قالت ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. بس يا اسطى وحات ابوك، وحات ايه اللي انا بقى من غيرك مش هقول قربك قاليني واليد فيني، انا من دونك هقول لمين بتقلدها يعني؟ بصراحه بتقلدها. تمام يا اسطى. تاخديه من تحت يريحك، تاخديه من فوق يريحك. هو ايه ده؟ انا بسألك. مش لاقيين غير نستون يعني. نستون احنا ما صدقنا ان هي هديت شويه، بس بانية شغاله من ورانا في الدرة. يريحك، تاخديه من فوق يريحك. هو ايه ده؟ انا بسألك. ايوه هو ايه ده؟ ما انا افهم برضو يعني، سيبك منها، انا افهم ايه ده. صفي النية والله ما حاجة عيب. اللي بوسه. اصل نستون بعد عنك بتاخد اللبوس بتاع من الفراوله يعني. هي بتاخده من فوق. استغفر الله العظيم يا رب. صح ازاي؟ طب دي مشكلة، هنعملها ازاي دي؟ ما انا بسألك بقى، انت صفي النية. الشيشة. لا سهله يا نستون، الاسانسير يا نستون.
ملقاش غير يساعده في الحته دي، ماشي. على الحرام من ديني ما حد هيلمسك غيري. طب ايمانات على ايماناتك لا اتجوز ولا اقول التايجر ده خلي بالك وراه حاجه، هي بتلمح لابو هشيمه كده، واخد بالك؟ يغور الجواز على اللي عايزه. هفضل قاعده جنب امي هنا لحد ما عنس، ولا انيش اتجوزك يا رضا. ايه خدمه ابو هشيمه، قلت لك بص عروسه هي مطبقه شويه، يعني انبوبه في نفسها شويه، بس هتمشي معاك، يعني تمشي معاك في اي حاجه. ما هو لو طبيعي في مني 2 الدنيا هتخرب. لا هي من جهه هتخرب فهي هتخرب فعلا، هي كده كده خربانه اصلا، بس هتخرب اكتر. انا واحده نو فلتر نو ميك اب. يلا يا راجل بلا كدب بقى بوشك، ده كداب كدب الابل. نو ايه يا اختي؟ نو ميك اب ازاي؟ امال ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده يعني؟ ده رباني ولا انت ايه، وقعتي في حل الدقيق ولا مش فاهم؟ بجد انا قمر يا جدعان، نو اكستنشن طالعه بشعري والله. فانا كده كده انا قمر، فانا لو في مني 2. بص انت هات بولة ايس كريم والله العظيم، وهات بوشها كده هتملى حل على طول. إلى كل بنت متغاظة مني وغيرانة مني عشان عرساني أكتر منهم. انا عارفها البت دي، انا عارف انت لما تكون في الدرس، البت اللي تبقى قاعده في اول ديسك دي، اللي تقول لك لو سمحت يا مستر خلي البنات في مجموعه والولاد في مجموعه، عشان عمرو اللي هناك ده عمال يبصبص لي، انت واخد بالك؟ هي دي بقى بالظبط. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ إذاكي تتغاظي وتتقهري قوي عادي حبيبتي، خليكي قاعدة في بيت أبوكي وأمك عشان أنا جاي أخد العرسان كلهم يا روحي. انا هاخد دي بدقني يا جدعان، والله بدق. ايه ده؟ هنا في الكرة الأرضية في أي دولة الحنفية معروفة إنها بتنزل مية، بس عندنا غير في مصر، تحديدا في مصر هنا يا غالي الحنفية عندنا هي اللي بتشرب المية، ودي ميزة مش موجودة في أي حتة تانية. اشرب عطشانة يا عيني. سؤال لولبي كده يعني، معلش يعني، هو سؤال من واحد غبي. المهم دلوقتي الميه اللي شربتها على الحنفيه دي اكيد راحت على العداد، فلما تروح على العداد دي بقى، دي فلوس ليك ولا فلوس عليك ولا مش فاهم يعني؟ يا اما تقدم على العداد من ظهر الحنفيه دي كده وتروح تحاسب الشركه بقى. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. يخرب بيتك يعني، دي مجنونه والله يعني. خلاص هو الفلتر مش شغال، انت ايه في ايه؟ ايه يا تيتا؟ تيتا في ايه؟ في مالها تيتا؟ مالك يا تيتا؟ كل حاجه بسبب الغلا. الله ينور يا عم ماجد. والله يا باشمهندس ده يبقى زي الفل، اتفرج عليه ده بعد الغسيل ده والله العظيم. بص كان بيهنك وكان والله لو اقولهولك بعد ما اخلص. انت تمام يا حاج يعني، هو كده بعد اللي انت عملته فيه ده هو ولا هيهنج ولا هيشتغل خالص، انت واخد بالك؟ فانت عملت معاه الصح، الصلاة على النبي. نفسي اشوف صاحب الجهاز ده، الله يكون في زمانه متحسر عليه دلوقتي. النهارده صحابي جايين يعدوا عليا علشان احنا رايحين حفله جامده جدا، فقلت هعمل لهم عصير جامد جدا من اختراعي، وقلت بدل ما اديهم لا اصبري، اوعي يكون اللي في بالي يعني، الله يبارك لك انا مش ناقص عله، فواحده واحده كده عليا. اللب ويقزقزوا فيه ويرموا القشر في الارض، وماما تيجي تقول مين اللي عمل كده وتعمل لنا فيها المفتش كرومبو وتصوت في وشي. فقلت لا انا هعمل لهم عصير واريح دماغي. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. تعمل ايه عصير؟ عصير ايه ده؟ عصير اللب هو اللي في بالي يعني، هتعمل اللي في بالي ازاي بقى تعمل عصير اللب؟ بدات ان انا اجيب اللب ولازم اشطفه كويس قوي. تشطيف اللب ده يا جماعه هو من جد لازم يتشطف، هو فعلا لازم يتشطف منك لله. من اهم خطوات عصير اللب. ليه بقى؟ علشان بيبقى فيه ملح، والملح ده كمان يعني مش هيبقى حلو خالص في العصير، فاحنا لازم نحط للعصير ده السكر، فمش هينفع ملح وسكر مع بعض. المهم شطفته كويس قوي، وبعد كده سيبته يتصفى حبه حلوين. بعد كده بدات اجهز الخلاط بتاعي، حطيت بقى اللب بتاعي كله في الخلاط، وزي ما انتم شايفين يا جماعه طلع ميه صفراء. طبعا صفيت كل الكلام ده، وبدات ان انا انزل باللب بتاعي في الخلاط. وبعد كده بدات كده واحده واحده، قلت طب انا هعمل ايه تاني؟ قلت لا انا هضيف عليهم شويه من التلج، علشان احنا دلوقتي الجو حر جدا، واحنا محتاجين بقى عصير يبقى فريش وساقع كده وحاجه منعشه كده تنعلشنا. المهم بدات ان انا اطلع التلج كده، وبدات ان انا اضيفه في الخلاط. قلت بقى هضيف عليهم اللبن ده يا جماعه لازم كده نحط لبن على اللب. انا والله يعني هجيب اللي في بطني باللي انت بتقوليه يعني. ازاي لا بقى؟ كم
علشان يطلع معانا قوامه حلو وطعمه جامد جدا. ضفت عليهم كمان شويه من السكر وحطيت كمان كوفي ميكس، وقلت انا مش هستخسر في صحابي دول بيقفوا جنبي في كل هو صح، لولا الكوفي ميكس ده العصير مش هيبقى حلو، فهي حط كوفي ميكس على لبن على لب. كملي حاجه، فانا لازم اقدرهم كده واعمل لهم حاجه حلوه. حطيت بقى الكوفي ميكس ده عشان احنا بنحبه اصلا وبنحب ان احنا يعني نشربه كل يوم الصبح كده علشان يفوقنا وينعنشنا. ضفت عليهم كمان شويه من الميه لان حسيته انه تقيل قوي، قوامه تقيل، فبدات ان انا اعمل ميكس ما بينهم كده في الخلاط وضربته ضربه حلوه جدا، ولونه بقى شبه لون الموز باللبن كده. تمام. المهم طبعا احنا بقى موز باللبن دلوقتي. تمام كملي يا حبيبتي كملي. احنا مش هنقدمه كده، لازم نصفيه. جبت المصفى بتاعتي وقلت هعملها، فحسيت انها صغيره جدا ومش عايز يمشي. برضه يا جدعان التصفيه برضه من اهم العوامل، يعني عشان مثلا ما فيش واحده لبه ترشق في زورها تموت لا قدر الله. مش فيها، فرجعته تاني وقلت لا انا اجيب مصفى اكبر شويه. غيرت المصفى بتاعتي وبدات ان انا اصفيه بنفس الطريقه دي، وبصراحه يعني بدات ان انا اصفيه يعني حبه حلوين كده. خد مني وقت شويه بس انا خلصته بسرعه يعني في 3 دقايق. قلت على ما صحابي يطلعوا من على السلم اكون مجهزه كل حاجه علشان انا كمان ادخل اجهز وما يقولوليش يلا واتاخرتي وبتاع. هلهيهم يعني بالعصير اللي عارف العصير ده يعني هو شكله عامل زي ايه؟ عارف انت لما تيجي تاكل مثلا مثلا تاكل بيض ني، تمام، بعد كده تقوم مبلبع بق لبن، تاخد بعد كده تقوم واكل سمك بقى، تاخد بالك، بعد كده تقوم بعد السمك تروح تضرب لك طبق كشري كده، وبعد الكشري تاكل سبانخ، فتقوم داخل الحمام بقى جاري على الحمام تجيب اللي في بطنك بقى. اللي في بطنك ده بقى مش هنرميه، لا نعمله عصير زي كده. مال ازاي بس؟ ما انا عملته. بصوا بعد ما صفيته يا جماعه ده الشكل بتاعه وكده. خلاص انا خلصت كل حاجه. بدات ان انا اضيف العصير بتاعي في الكوبايات. قلت بقى العصير ده لو طلع جامد جدا وعجبهم لازم اعمله الماي لاف، ولازم كمان اعمله لحماتي علشان حماتي مش بتعرف تقزقز لب من سنانها وكده. فقلت لا انا هعمله لها عصير جامد جدا. بصوا الاختراع ده رهيب يا جماعه، لازم تجربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. بصوا بقى انا بدات ان انا اضيف كده كل حاجه زي ما انتم شايفين كده في كوبايات نظيفه، وقلت بقى انا هدوق الاول قبل ما صحابي يدوقوه وبيقولوا لي ايه العصير اللي انت عاملاه ده وانت عكه الدنيا والكلام ده. لا قلت لازم انا ادوقه الاول عشان ما ينفعش ان انا اقدم لهم حاجه كده ما تعجبهمش. ساقع ومتلج. ندوق بقى ونشوف اختراعاتنا الجميله. طعمه يجنن، تحفه. يا بنتي بص دماغك عملت ازاي من العك اللي بتعمليه، حرام عليك والله. يعني اللي هتحطيه الماي لاف والحماتك، لا انت بتحبيهم قوي يعني بصراحه. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنساش بقى اللايك بتاعك وتروح على الانستجرام، سايب لك الانستجرام، الفيسبوك، تيك توك، وقناه الواتساب بتاعتي، قناه كله تحت في الديسكريبشن. بس استنونا في فيديو جديد. سلام.